استاد النادي المصري، لانه الحقيقه من خلال اوراق، من خلال يعني قنبله هيفجرها لنا النهارده الاستاذ كمال عامر، انه استاد النادي المصري في دعوه قضائيه بمحكمه بورسعيد الابتدائيه اقامها النادي المصري مختصما فيها وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز بصفته محافظ بورسعيد، بصفته مدير عام مدير الشباب مديريه الشباب والرياضه بصفته، لعوده ملكيه الاستاد للنادي المصري، وان الدعوه اقامتها تحمل 1288 مدني لبورسعيد 2015 توضح ان الارض المقام عليها الاستاد حاليا هي ارض ملك للنادي المصري تم تخصيصها من عام او في عام 1953 مساحتها 14760 متر مربع، مشيرا انها انتزعت من النادي المصري اواخر التسعينات بشكل جزئي. وفي عام 2009 أصدر رئيس المجلس القومي للرياضة قرارا بتعيين ما يسمى برئيس هيئة الاستاد، ما يعني انتهاك ملكية النادي للاستاد بشكل كامل. الحقيقة موضوع مهم جدا، واعتقد انه يهم كل البورسعيدية وكل جمهور الكرة في النادي المصري، ويهم الجميع الحقيقة، لانه يعني سرقة استاد من او ملكية الاستاد من النادي المصري بالتأكيد موضوع صعب جدا. ده بدل ما يحاول الحكومة او تحاول الجهات الرسمية تضيف للنادي المصري، اللي انا شايفه ان دي عملية خنقة. لكن هو في خلينا نقول ان الاستاد ده من حسين الشافعي كان وزير الشؤون الاجتماعية وقتها، في 16/10/55 افتتحوا. العمل بدأ في 15/12/54. عايز اقول على حاجه مهمه قوي، ان الدوله ما دفعتش ولا مليم. اللي دفع مجموعه كده، لو تسمع، اللي هم التبرعات. في عبد الرحمن لطفي، ربنا يرحم الجميع، تمام، عبد الرحمن لطفي دفع 2000 جنيه، محمد حلمي المغربي 100 جنيه، فهمي جوده 50 جنيه، سيد فقوسه واخواته دفعوا 50 جنيه، محمد موسى 25 جنيه، مصطفى الزمك 25 جنيه، شركه قناه السويس دفعت 7000 جنيه على مرتين. اللي عايز اقوله ايه؟ دي ارقام وقتها كانت كبيره جدا طبعا. طبعا، ما هو هو كله كلف 29000 جنيه تقريبا. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان هو يعني الدوله، يعني الاهلي والزمالك، شوف الدوله بتساعد الانديه دي ازاي. لكن في الموقف ده المصري مظلوم. خدوا في جم في 2007 وقال لك ان في سنه 97 كانت في بطوله الناشئين تحت 17 سنه، كاس العالم الناشئين بالظبط، اللي اقيمت هنا في مصر. قالوا ان ملعب بورسعيد مرشح ان هو يتطور وضمن المجموعات اللي من خلال تطوير البنيه التحتيه بالظبط. فلازم شرط عشان يتطور لازم تتنازلوا عنه للمحافظه، يروح للدوله يعني، او يروح لاي جهه ثانيه. قالوا حاضر، كويس، وعملوها. يعني كان في موافقه؟ طبعا مش موافقه. انت ايه؟ ما هو انت الناس ان هناك طيبين وبسطاء وعايزين ايه؟ ما فيش حد بيساعدهم، لا دوله بتساعد ولا انا بيساعد ولا رجال اعمال بيساعد ولا حاجه. لما شاف ان الملعب بتاعه ده ممكن يبقى افضل وافضل وافضل، بس هو مش واخد في باله، لان اللي هيسرقه او اللي هياخده او يضمه لهنا ولا مش هياخده ويسافر محافظه ثانيه. ده كان وعي اللي كان موجود في التوقيت ده. لكن جه مصطفى كامل كان محافظ في 1/7/2000. تحديدا ده مش من خلال اوراق، ده كان من خلال بس لا هي اوراق، لا هي بتبقى في ورق ولا اتنازل وبتاع بيروح للمحافظ. ما هي قعدت عرب في عرب فخلص عشان يعملوا. كانوا هم الناس في ورطه، لان ايه؟ انت الحاجه هي اللي بتدفعك لكده. انت لو الدوله بتديك او المحافظه بتديك وتحافظ وتظبط لك الملعب وما كنتش تمد ايدك. لكن جه بعد الضغط في 1/7 كان مصطفى كامل المحافظ، مصطفى كامل هو المحافظ، ورجعوا بعد الضغط. كويس. جه وفي مقابل، رجعوا في مقابل ايه؟ في ارض لقريه الكناري كانت ملك للاستاد، ملك للنادي المصري. قال يا جماعه تنزلوا لي على الارض دي وتاخدوا البتاع ده. وده غلط كمان، لان كان المحافظ من المفروض ان هو يعظم ما هو املاك المصري. يعني انت عندك نادي وعندك حته اللي هي حته موجوده، تمام. لكن هو اشترط ان هو رجع دي للمحافظه، المحافظه تحط ايد عليها مقابل انك ترجع. خلي بالك من الحته دي، المساومه، وخلي بالك ان ايه؟ في المحافظ في ايده، وخلي بالك من اللعبه رايحه فين وجايه منين. كانهم ارادوا للنادي المصري، كل المجموعه دي اللي هي كانت شاركت في العمليه دي، ان هو يستمر في عمليه مد اليد. لانك انت لما تكون نادي ومحتاج، بيقدر قرارك ما بيبقاش لصالحك. الناس بتسيطر عليك، وكل اللي يسوى واللي ما يسواش بيتدخل في صناعه قرارك وفي اتجاهاتك. وده اللي المصري بيدفع ضريبته لحد دلوقتي. نيجي نقول حاجه تانية. جه في اكتوبر 2009 كان في برضه كاس العالم للشباب 20 سنه. راحوا مرجعين، راح قال لك بص عشان بقى ايه نطوره لك برضه تنازل لنا. فراحوا الناس برضه ايه تنازلوا. لكن لحد دلوقتي الملعب ما رجعش، ودي كارثه. يعني ايه اللعبه بقى ايه؟ وبعدين تعالى هنا انت اما جيت الملاعب اللي هي اللي الدوله عملتها، ما انت عملت بتاع القوات المسلحه اللي هو الكليه الحربيه، عملت بتاع نادي الشمس، وعملت كلهم، ما جرؤتش
تقول للمجموعات ديت من فضلك اتنازل، ما جرؤتش كدوله بقى وكنظام كله، الا اللي هم البسطاء في بورسعيد اللي هم خدت منهم عنوان المصري كله. تعالى كده، هو المصري فيه ايه؟ المصري كله بيدار في بثلاث حجرات تحت كده، تحت المدرج، فيهم 83 موظف، مشوا منهم 30، ما عندوش اي حاجه. يعني الشباب بورسعيد ما عايز حتى يعني يتفشخر قدام اصحابه وبتاع، عندي نادي وعندي مبنى اجتماعي وعندي، ما عندوش. مفيش. عشان كده قاعدين على القهاوي وقاعدين على الكافيهات وقاعدين كده، لانه ما عندوش. نيجي ايه اللي خلى وصل المصري كده؟ المصري ما عندوش موارد، بس بفعل فاعل، انا بكررها لك، هناك من تعمد اللي هو احراج النادي المصري طول تاريخه بمنع حاجات كتيره قوي عنه. طب انا عايز بس قبل ما اروح مع حضرتك للنقطه دي، عايز اخدك في حته الفرق بين او نعرف الناس بس ان استاد بورسعيد مش هو استاد النادي المصري، ده مقر وده مقر اخر، لان استاد بورسعيد هو اعتقد انها قطعه مجاوره لاستاد النادي المصري او مقر النادي المصري السابق اللي بنتكلم عنه دلوقتي، ولا كل هذه القطعه هي جزء، هي ملك للنادي المصري؟ هو الاستاد ملك النادي المصري. تمام. هو ده الاستاد اللي هو المفروض مقفول دلوقتي. وعشان كده برضو نحط يعني ده لازم تتحل، لانك انت دلوقتي النادي المصري ما عندوش مقومات نادي، مفيش موارد، ما عنده ده موارد، ده كارثه. وما عندوش موارد وما عندوش مقومات نادي. نادي يعني ايه؟ مش عندك اعضاء عاملين، مش عندك النادي الاهلي عامل زي الزمالك، مقر اجتماعي كمان وده اللي انا بقوله، حمامات سباحه. انتوا ليه بتحرموا الناس وليه بتخنقوهم؟ الله. الحاجه الثانيه، ما انت مدي النادي الاهلي 100 فدان ما اعرفش فين، والزمالك وهنا، وبتساعدهم. الاتحاد السكندري انت مساعده ب 15 مليون جنيه، القوات المسلحه بدات تعمل الاتحاد السكندري الجديد، والاسماعيليه وكل حاجه. مش معنى المصري، مش معنى بورسعيد اللي هي ايه مخنوقه وعماله تعاقبوها على انا ازاي يعني حتى مسؤول، ما فيش مسؤول بيروح هناك ويزورهم، ما فيش مسؤول بيقدر يعمل ما يسمى بحوار مع الشباب هناك. هم الشباب دول مجموعه مهمله، دول اهالينا هناك في بورسعيد. الفتره اللي جايه بسأل يا جماعه، ما فيش اي مشروع موجود عندكم يقدر يوفر موارد للنادي المصري؟ ما فيش حد بيجاوب، الا لاول مره برضو اتصلت بالمحافظ واتصلت بالناس هناك، لاول مره يحصل مجلس اداره النادي المصري على ما يسمى تصريح او رخصه لبناء نادي اجتماعي جديد لاعضائه، بيضمن منه في بعض المحلات التجاريه الموجوده روافد ماليه تتيح للمصري ان هو يتعامل بكرامه مع كل الجهات. ده مقره فين؟ ده هو في الملعب الفرعي. في الملعب الفرعي 4000 تقريبا، 4000 متر كده تقريبا، حاجه معموله، وفيها يجي 5 6 محلات يقدر يجيب فيها. الحاجه بقى المهمه دي مين يساعد؟ لازم نساعد النادي المصري ان هو يقبلوا الموارد دي. حاجه ثانيه، حاجه برضو ملحوظه، المجموعات هناك غاضبه، الشباب هناك غاضب ليه؟ غاضب. اوعى تقول يعني انا ما صدقش او ما تصدقش ان اللي احنا بنسمعه عن بورسعيد ان هم الاغنياء البورسعيد بيساعدوا المصري، ولا لا، هم بيحبوا المصري لحد حدود معينه، ان هو ما يدفعش حاجه. وحتى الدفع بيجي بتجيب مجلس اداره بغصب عنه، لان ده قوت عياله وقوت اسرته. تمام. بيدفع للنادي المصري. لا، العمليه بقى فيها تغيير. انت بتجيب مجموعه حاكمه او اداره بتدير المصري بعقليه يمكن انا مش عايزها، مش محتاجها. افرض في شاب كويس قوي وممتاز ومحترم وحاجه تشرف، عنده افكار ملهمه، ليه ما جابوش يحكم؟ هيحكم في حاله واحده بس، اما يكون عند المصري موارد يستطيع تبقى فيه فرص عادله امام شباب بورسعيد، يستطيع ان هو يعني يتقدم الصفوف ويمسك مجلس اداره ويشارك ويبقى عمل تطوعي او عمل يجيب نتيجه لشعب بورسعيد. طيب، اللي انا فهمته حضرتك كده دلوقتي انه النادي المصري او مقر النادي المصري سرق بفعل فاعل، لانه انا متاكد انه فعل فاعل. من المفترض انه كل الانديه او مقرات الانديه اللي كانت هيتم تطويرها تحت مسمى البنيه التحتيه او تطوير البنيه التحتيه للبطولات كاس العالم الشباب 2009 وبطوله 97 للناشئين، في ملاعب كتيره جدا وانديه كتيره جدا اتطورت بدون حصول الدوله على نزع ملكيتها وتحويلها للدوله، الا النادي المصري. لان المصري ما كانش مالوش يا عم، لا في اي حته في مصر مالوش ظهر. المصري وبورسعيد مالهاش ظهر. كلمه ظهر في ايه؟ هم طبعا مش وحده واحده، يعني هم شعب واهالينا في بورسعيد يتحملوا المسؤوليه، لانهم ايه، تروح تلاقيهم مجموعات هنا ومجموعات هنا ومجموعات، يعني هم يقعدوا ما ينفعش. لكن في الوقت ده انا عايز اقول لك، انت بتقول في محامي، لا ده المعلومات اللي جايه له كلموني في اكتر من 10000 محامي في بورسعيد مستنيين ان هم يروحوا ايه، مش هقول لك يرفعوا قضايا على كل الناس. هو في تحريك فعلا لدعوه ما ده واحده بس، هم ايه اللي منحهم؟ سمير حلبيه رئيس النادي ومجموعه مجلس الاداره الحالي. لماذا بقى؟ يعني يا جماعه يا ريت تجيبوا لنا المهندس سمير حلبيه رئيس النادي المصري. في حاجه تانية كمان، الشباب اللي هناك، ما هو الشباب انت بتشوف لاول مره اشوف مجموعه من الشباب لاي نادي بيشوفوا المباريات بيتابعوها بالواي فاي.
فريقه بيلعب في اسماعيليه وهم في ملعب الهوكي قاعدين بال5 6000 وال7000 قاعدين يتفرجوا. الماتش اللي فات ما اتهزم، جه فيهم جون وجون تاني، قاعدين برضه قاعدين يشجعوا فازوا، اتحول الموضوع ل 3-2. اعتقد ده ايه حاجه بتدل على ان بدا في نغمه ان هم يحافظوا على الكيان، يحافظوا على بلدهم. الشباب اللي جاي دلوقتي يا شيكو سواء هنا في القاهره او هنا ما هو بورسعيد جزء منهم. تمام. بقى ناس عندها ما يسمى الفكره وعندها الحلول وعندها الرؤيه، وبيتك كده في زر على الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب بيجيب كل الداتا اللي في العالم، بيقدر يعرفها الدنيا رايحه فين وجايه منين. اللي انا عايزه اقوله ان انا يعني انا ايه اللي خلاني اتكلم برضو عن بورسعيد تحديدا. انا قبل كده لو تشوف اللي انا بكتبه عن مراكز الشباب هنا وعن هنا انديه هنا وانديه هنا، ناس محرومه من الدوله ككل. ما اعرفش يعني ما فيش حد عايز يسمع حد، ما فيش حد عايز يخدم، ما فيش حد عايز يقدم مثلا اي فايده او اي حاجه للناس دول. الناس دول اهالينا. المصري ليه ما ياخدش 100 فدان زي الاهلي والزمالك اللي خدوا في زايد وهنا؟ المصري ليه ما يكونش له عنده مجمع حمام سباحه وما اعرفش قعدات وزي كل الناس زي كل الاعضاء؟ وفي فرق بين عضو النادي الاهلي والزمالك والصيد والهليوبلس ما الدوله كلها عم مدعماهم. الهليوبلس مدعماه، نادي الاغنياء واخد المتر في الشروق ب 50 جنيه يعني مدعمه. وفي كمان في المناطق الجديده ما يسمى بفراغات للانديه والمدارس والحتت الخدمات. في بورسعيد فيها مشكله في الحيز العمراني محاطه كده، لكن في ثلاث وزارات هناك بيتخانقوا على الارض، في مشاكل معقده، وفي بقى محافظ او في كل مسؤول المحافظه دي بتتبلى بيهم ان هو يخاف، يقول لك اصل ماليش دعوه، اصل برجع القاهره. اما انت لو قوي بتدي، يعني انت لو قوي كمان بتقف، ده انت رئيس جمهوريه حتتك هناك تقدر تساعد وتقدر. انا شايف المصري في مشكله. في حاجه بقى تانية في الملعب، في القضيه المشهوره والاستاد للاسف المهندس سامي الحبيبي في اجتماع يعني بعت لنهى المعد قال انه في اجتماع مش هيقدر يرد. حاولوا تجيبوا لنا السيد المحافظ في عمليه اللي هي الملعب. ما هو انت الملعب مقفول، القضاء قال كلمته وخلص، يعني تقريبا الموضوع خلص. فهو ما لازم الملعب يتفتح يتدربوا فيه ويروح يتدرب في اسماعيليه. في مشكله، ده في ماتش لو انت فاكر، مباراه بين كان في الشرطه وبورسعيد تحت مواليد 2000 وهم ماشيين الاتوبيس اتضرب هنا في القاهره. طبعا ما فيش حد من الصحافه والمفروض انا يعني احنا اتكلمنا عليها. ما دي معنى ذلك ان في احتقان ايه؟ لازم الاعلام ولازم المسؤولين يقوموا بخطوات ايجابيه تتوائم مع التطلعات هنا وهنا ان هم يحلوا الموضوع. حلو ايه المعنويه، يعني حتى عمليه نفسيه. الموضوع القضاء قال كلمته، والمحاكم عندنا احنا في يعني نزاهه قضاء موجود وخلصت. لكن ما تفتح يتدرب على الملعب بتاعه. هو يقول لك حاجه مهمه جدا، يروح اتحاد الكوره برضو المعلوماتي قبل ما اجي عشان الواحد يبقى يكون عنده معلومه، يروح اتحاد الكوره يقول لك لا ده قضاء، يروح القضاء يقول لك هات لي ورقه من اتحاد الكوره كله بيتهرب في المسؤوليه. ما ينفعش. مش عايزين نواجه الموضوع بسلبيه اكتر، لان كل ما تسيب الامور في حالتها الحاليه الاحتقان بيزيد، والاحتقان موجود. ده حقيقي. زي ما احنا كان في شجاعه مننا قلنا لازم يلعبوا مع بعض اللعيبه، لازم يلعبوا مع بعض، لازم. ما هي الحياه بتستمر يا جماعه. فعشان كده اتمنى من المسؤولين كلهم هناك الاول بورسعيد. يعني برضو عايز اقول لك على سر، وانا ناس كلموني مجموعه، كان في تدريب للمصري كان في المريخ تقريبا او حاجه. الجماهير قالت لازم هنروح نعمل تظاهرات ما اعرفش فين وهنكسر ايه مجلس الاداره عرف، سمير حلبيه شخصيا اللي راح لهم وقعدوا معاهم وقعد بالميكروفون واتكلم ما ينفعش ونقل التدريب في حته ثانيه، واستطاع ان هو يمتص الغضب له معين. انت في الاتحاد ده زي الاتحاد بتشجعه، زي الاسماعيلي هناك بتشجعه، زي كل الفرق ليه؟ لان الانديه دي انا لما بروح اشجع المصري او اشجع الاهلي او اشجع الزمالك حاله الاحتقان والغضب يا عم ماشي، عندي مشاكل عائليه وعندي مشاكل ماليه وبتاع واقتصاديه وبتاع، ماشي، بروح الاقي فرقتي حتى بتكسب الامور تمشي، تخلينيش واحد سوي. الغضب اللي جوه بيتحرك او بيطلع بنمشي. اذا انت عالج شعب بورسعيد او عالج شباب بورسعيد، انك حتى تقدم له خدمه، حتى تحسسه ان انت جزء من المجتمع الموجود، المجتمع المصري، حسسه بالتنميه. انا عايز بطالب المهندس خالد عبد العزيز بحاجتين. يعني انا كنت لسه جاي لحضرتك، يعني نصل في حلول لهذا الموضوع ازاي؟ انا كان المفروض نكلمه، بس اعتقد ان هو هيبقى مشغول النهارده، بس كان المفروض نكلمه. هو في حاجتين، الملعب يرجع للشباب، يرجع للنادي المصري، لان ما ينفعش انك تقود. هو مش هو المسؤول، خلي بالك، لكن هو يستطيع يحل الموضوع في ايده، والموضوع يعني عايز شجاعه. خالد عزيز كان موجود في هذه المنظومه وقت ما لا ما انا اعتقد ما كانش موجود وقتها. هو الوزير المسؤول دلوقتي يستطيع ان هو يحل الموضوع في ايده. ادي واحد. اتنين، في اول رخصه انشاءات يملكها النادي المصري طلعت
هو النادي الجديد او الفرع الفرع اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو على 4000 متر. 4000 متر. ده عايز فيه حمام سباحه، لان انا شفت الرسومات بتاعته. بس ده مقر اجتماعي. حاجه الشاب يبقى فخور ان هو رايح النادي بتاعه، العائلات تدخل، ما تخلوا فيه حركه يا جماعه، ادوا الناس خدمه. ما دي الدوله كانها بتقدم خدمه لعضو النادي، للشباب النادي. ما تمنعوا الناس الترادول والكلام اللي احنا عمالين نسمعه والمخدرات مع والكلام. ان المساحه بتاعتها صغيره قوي، يعني 4000 متر ده جزء انا عايز اللي انا بطالبه، وان انا اتمنى وان احنا هنمشي فيه باذن الله، ومش هسيب الموضوع. 100 فدان للمصري يبني فيه استاد، ولا يبني فيه مجموعات مول، ويبني فيه حاجه، يبني يتحرك ان هو جزء من المجتمع، لان ده جزء من المجتمع. ده زي المدرسه، ما انت عمال ترمم المدرسه وعمال تعظم المدرسه والصحه وخلافه. ده جزء مهم جدا. او يعود ملعب النادي المصري لملكيته مره ثانيه، يقدر يطور. ده ملوش حل، خلي بالك، والا هتواجه توافق من الغضب. هيرجع ملوش هزار. الموضوع انت ده اتسرق في توقيت معين بدليل طبق القواعد اللي انت طبقتها على الانديه الثانيه، ولا انت مش خايف من ده؟ لا، الغضب له حدود، وانا بكررها. لازم حق المصري يرجع في الجزئيه دي. انك انت تسرق ملعبه، هو ده انت مش 20 جنيه هتسرقها من جيبي اللي هي موجوده. خلي بالك انا جايب 20 جنيه بس. يعني لا، خلينا بس يعني على الاقل زي المعامله بالمثل زي ما بنقول دايما في الاعراف. ده ابسط حاجه. وانا بقول برضو زي الانديه اللي حصل تطويرها قبل كده ولم تنتزع ملكيتها. كابتن شيكو، في حاجه مهمه. الذين عاندوا المصري في الفتره اللي فاتت عليهم ان يمتنعوا او يغيروا من اسلوبهم او سلوكياتهم. على كل واحد من بورسعيد في اي موقع في الكره وغير كره يعلم جيدا ان مسقط راسه هي البدايه وقد تكون هي النهايه. الموضوع موجود. هنا بوريده موجود في الاتحاد، عليه انه يساعد، ما فيهاش مشكله. المهندس هنا بوريده هو ابن بورسعيد يعني ابن، والناس بتحبه وبتحترمه هناك، لكن عليه انه يساعد ويقدم ما هو مفيد للنادي المصري، وخاصه ان دي قضاء، قصدي ده مطلب عادل. يعني مش هيبقاش من هنا او من هنا. وبعدين عليه برضو ان يعيد المباريات. مش هقول المباريات استنى شويه، لكن تدريبات الفريق عمال يتدرب هنا وهنا. وبرضو بقولها تاني ان المصري جاي السنه دي، هو مش هياخد بطوله، لكن هو بيسعى جاهدا ان هو هيحقق حاجه، واتمنى له ان شاء الله. يعني انا بتمنى وبضم صوته للاستاذ كمال عامر، طبعا ناخد النادي الكبير، في انه الحق يرجع لاصحابه. يعني بورسعيد بتمتلك ونادي على مساحه كبيره جدا، 14760 متر مربع، يعني مساحه كبيره جدا. ودافع فلوسه زي ما تفضل الاستاذ كمال وقال، انه يعني بالاسماء الناس دفعت قد ايه وساهمت بشكل كبير جدا في بناء هذا النادي وملكيته. اعتقد انه يعني انتزاع ملكيته من ابناء بورسعيد ظلم كبير جدا جدا. نتمنى من المهندس خالد عبد العزيز التدخل، نتمنى من المهندس هنا بوريده التدخل في الفتره اللي جايه لعوده الحق لاصحابه وابنائه، ابناء بورسعيد. استاذ كمال، يعني اخيرا قبل ما اروح لمسابقتنا النهارده، يعني السياحه